اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. معاكم مغنى في قناة يوميات مغنى. معاكم مغنى في قناة يوميات مغنى. لأول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. مش تنسيني بقى بلايك حلو منك كده علشان ايه؟ تبقي من عيلتنا. ولو لسه ما اشتركتيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. يلا نصلي على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة ونشوف هنعمل ايه. صلوا على حبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا. هتعملي ايه يا ام غنى؟ هتعملي ايه؟ هنعمل النهارده يا جماعة فراخ. تمام. طبعا لقيت الفراخ تمن الايه، لقيت الفراخ تمن السمك. عامة انا كنت هجيب سمك. فاولادي قالوا لي هاتلنا يا ماما فراخ، هاتلنا يا ماما فراخ. احنا هم مش قالوا فراخ، هم قالوا يا ماما احنا مش عايزين سمك. هم زهقوا من السمك، الولاد زهقوا من السمك. فجيت احسبها لقيت السمك بتمن الفراخ. والله زي ما انا بقول لكم كده، السمك بتمن الفراخ. ولو جبت سمك هجيب يعني هيبقى اغلى من الفراخ. ازاي يا ام غنى؟ هقول لكم دلوقتي ازاي. عشان لو حبيتي تجيبي مثلا سمك يعني الفراخ على فكرة هتبقى احسن يعني احسن وافيد كمان للاولاد. تمام. اولادي زهقوا من السمك، كل مره اعمل لهم يعني بعمل لهم في الاسبوع مثلا مرتين سمك. فهم زهقوا بصراحه من السمك ومن اللحمه. فقالوا ايه؟ يا ماما احنا مش عايزين سمك. قلت ماشي. جيت افكر فيها لقيت لقيت واحد بقى فاتح جنبينا. لقيت واحد بتاع فراخ فاتح جنبينا لسه جديد في شارعنا، في الشارع اللي انا فيه يعني. آه، فاتح لسه جديد تحت البيت يعني. فايه فقلت اما اروح اشوف الفراخ بتاعته واشوف ايه الاسعار. بصراحة لقيت الاسعار حلوة. وايه وبعدين انا مش عارفة ده عرض ولا ايه. هو بيقول لي انا مخفض عشان هو ممكن يكون عشان فاتح جديد، فهو مخفض السعر شوية. بس مخفضه كام؟ جنيه ولا 2 جنيه يعني، مش اكتر من كده. تمام. عامة يعني لقيت سعرها حلو مش وحش يعني، بالنسبة لكده هو حلو مش وحش. لقيت الوراك دي يا جماعة جبتها كيلو الوراك ب40 جنيه. تمام. عشان اللي عايز يجيب يعني كيلو الوراك جايباه ب40 جنيه. كان عامل عليها تخفيض، هي اساسا ب42 او ب43. يعني هو نقص ايه 2 3 جنيه يعني، زي ايه عرض عامله في الاول كده عشان لسه فاتح جديد. هو ما كملش 3 ايام عندنا في الشارع. عشان اللي بيسمع الفيديو، اللي بيسمع الفيديو قريب مني ولا عارفني يروح يجيب منه. تمام. يعني بصراحة حاجته جميلة جدا 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 وميزانه حلو. فايه فقلت اما اجيب منه بقى الوراك دي. يلا اعلان ببلاش. قلت بقى اجيب منه الوراك دي اعملها. لقيت بقى عنده الفراخ ب42 والوراك ب40 جنيه. قلت بقى اما اجيب وراك. لو انا فكرت فيها بقى، انا لو رحت جبت 2 كيلو سمك او 2 كيلو ونص يوم ما اجيب سمك، فكري فيها كده هتلاقي كام. قلت يا بنتي يا ام غنى، لو جبت سمك هيبقى ايه؟ هيطلع ب130 جنيه. تمام. لو هجيب 2 كيلو ونص مثلا هيطلع ب130 جنيه او ب140 جنيه. طب ما انا اجيب 5 وراك. انا وزنت كده 5 وراك، قال لي قطعوا معايا ب80 جنيه. قلت حلو قوي وعسل قوي، يعني هتوفري. رحت جايبه الايه ال5 وراك دول ب80 جنيه. شفتوا بقى الشطاره. اللي عايزه تشطر هتشطر. يعني اللي عايزه تشطر ايه، اللي عايزه تمشي بيتها بأقل حاجة هتمشي. فانتي بصي وشوفي ايه اللي انتي ممكن تستفاديه. يعني بصوا استفدت اهو، جبتي فراخ وما جبتش سمك، مع ان الفراخ احلى من السمك. تمام. بالنسبة لأولادي يعني هما مش يعني السمك زهقوا منه، كل مرة أعمل لهم سمك. العيال زهقت، فأنا قلت أغير بقى. وبعدين غيرته في نفس الوقت كمان يعني. هو بالنسبة أنا بجيب في نص الأسبوع سمك يعني. فبالنسبة للفراخ بالنسبة للفراخ الفراخ أحسن طبعا طبعا.
هنيجي بقى نغسل الفراخ، نغسلها غسلة حلوة حلوة عشان ام غنى رطت كتير وزمانكم زهقتوا من الرط بتاعي. يلا نغسل الفراخ ونغسلها غسلة حلوة كده وزي الفل. هجيب معايا الطماطميتين هقطعهم 4 ارباع، وليمونة هقطعها نصين. لقيت ليمونة كبيرة وليمونة صغيرة، بين الليمونة الكبيرة الليمونة الصغيرة تبقى بنتها، معرفش بقى. التليفون وقع يا خيبتي. المهم احنا كنا فين؟ الليمونه الكبيره. كنت بوريكم الليمونه الكبيره والليمونه الصغيره. انا ما بحبش الليمون الكبير، ما بحبش اشتري الليمون الكبير عشان تكونوا عارفين. بحب اجيب الليمونه الوسط، اللي هي ايه يعني، مخضره شويه، يعني مش خضره خضره، لا يعني ايه، ولا هي صفرة ولا هي خضره، عشان ما بحبش الصفرة انا، ما بحبش الصفور. بحب الايه، الليمونه تكون ولا هي صفرة ولا هي خضره. فدي بتعيش معايا في التلاجة، اللي هي الليمونة الوسط دي، ولا هي خضرة ولا صفر، فبتعيش اكتر في التلاجة. يلا، ونصيحة على الماشي تمام. وبحب الليمون يكون وسط، ما يكونش ايه كبير. الليمون الكبير ممكن اجيب ليمونتين كبار كده ان انا اغسل بيهم فراخ كده بس، مش اكتر. بصوا بقى. غسلتها كويس اوي. في الوقت ده انا كنت بشمها اشوفها ايه، يعني لسه فيها ريحة زفرة ولا لا. انا كده بقعد اشم في الحاجة، يعني عشان اتاكد يعني هي زفرة ولا لا. فلقيت ريحتها حلوة، وريحتها ليمون كده وطماطم، وريحتها حلوة يعني، وخل. غسلها بخل وليمون وطماطم وملح. تمام، غسلناها كويس وسبتها ايه تصفي. طبعا انا نقعتها شوية في الطماطم والليمون، يعني انا نقعتها شوية كده بالخل والطماطم والليمون اللي فيها بعد ما ايه، بعد ما غسلتها نقعتها شوية. وبعدين غسلتها كويس بميه نظيفه تانية، وايه وسيبتها تصفي. قلبت الوراك كده عشان تصفي. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت حله كده وحطيت نصها ميه. هتعملي ايه يا ام غنى؟ برضو هسلق الفراخ، مش هشوحها. بصوا يا جماعه، انا لما اجي اطبخ مثلا لو هعمل صينيه بطاطس، او هعمل يعني لو انا هعمل الفراخ في الفرن، بشوحها الاول. تمام، بشوحها الاول. لكن طبعا انا بسلقها عشان انا عايزه شوربه تكون حلوه. تمام. فحطيت الميه كده، حطيت نص الحله كده ميه، نصها يعني ميه او ربعها يعني بالكتير نصها. وبعدين حطيت ايه، ورق لورو، طماطمايه كبيره قطعتها 4 او طماطميتين. الطماطم دي بتخلي الشوربه حلوه قوي يا جماعه، يعني الطماطم بتخلي الشوربه طعمها وشكلها حلو. هحط طماطميتين كده وسط، وهحط بصلتين. مش هخرط البصل عشان ايه، كده كده بتديكي نفس الطعم. هتخرطيها ناعم هتديكي نفس الطعم، لو خرطتها عادي، لو عملتها 4 ارباع هتديكي برضو نفس الطعم. المهم عملتها بطريقة عشوائية كده. البصل عملته بطريقة عشوائية، والطماطم وحطيته في الايه، في المية، بس بعد ما المية تغلي. تمام، بعد ما القعد يغلي. هقوم حاطه ورق اللورو، معلقه توم صغيره، حبهان مستكه، فلفل اسود، السبع بهارات. وشم بقى الريحه، بقول لكم تعالوا شموا، تعالوا شموا الريحه بقى. الريحه حاجه كده روعه الروعه. حط بس حبهان ومستكه في الفراخ، هتديكي طعم ولا اروع. تعالي بقى نعمل ايه. الفراخ اول ما الميه تغلي، ولازم تغلي يا جماعه، لازم الميه تغلي. بعد ما وهي بتغلي كده، في الحاجات اللي انا حطيتها دي، اللي هو الورق اللورو. في ناس بتقول على الورق اللورو ده ورق الغار بره يعني، حبايبنا السوريين والجزائر، بتهيألي بيقولوا عليه ورق الغار، فاحنا هنا بنقول عليه ورق لورو. فايه هحط كده ايه، حطيت الفراخ، سقطت الوراك فيها. فبعد ما غلت لها غلوتين كده على العين الكبيره دي، هقوم حاطه على العين التانية. انت لسه مش عملت البوتاجاز يا ام غنى؟ لسه مش عملته. انا كسليه، لسه مش عملته. بدي ايه اشوف حد يجي يعمله، مش انا عامه يعني. ابو غنى المفروض هو اللي يجيب حد يعمله. يلا بس عشان مش يقول بشكي بشتكي في الفيديو. ما نسكت. هنيجي بقى ايه للبصلايه. هجيب بصله كبيره وواحده صغيره. اشمعنى كبيره وصغيره؟ يعني بصلتين يعني وسط. هقوم مقطعاهم بقى ايه قطع صغيره كده زي ما انتوا شفتوا، في ايه، في كوبايه زيت صغيره، على يعني ايه، يا دوبك البصله تصفر. هقوم نازله بالطماطم. هتعملي ايه يا ام غنى؟ هعمل معاكم النهارده حاجه جميله جدا، وهنعملها على نوعين. في ناس بتحبها، انا عندي
بصوا يا جماعه، هنعمل النهارده القلقاس. القلقاس طبعا العين دي كبيره، فانا هحط طبعا بعد ما الفراخ او الوراك خدت لها غلوتنا، هحطها على العين التانية اللي هي الهاديه شويه. انا بحب الفراخ او الوراك عامه، يعني اي لحمه فراخ كده بحب اسويها على الهادي، على هادي، عشان ايه؟ تديكي بقى طعم. فحطيت نقلت كده الحله دي الناحيه التانية، وهعمل هنا ايه؟ الصلصه. جبت البصلتين اللي انا قلت لكم عليها، قطعتهم صغير كده، يا دوبك اصفروا، يا دوبك اصفروا. فايه، او مثلا يعني ايه، مايلين للصفار شويه، اقوم حاطه ايه قبل ما يصفروا كده تدبل يعني. اقوم حاطه الطماطم اللي فرماها، واحط بقى فلفل اسود، اللهم صل على النبي، ملح، آه كمون. عندي كنت عامله عندي بهارات كده مشكله، عملتها معاكم قبل كده يا جماعه، بهارات مشكله للسمك وللفراخ وللحم، جميله جدا. حاطه فيها كزبره، على ورق لورو، على كمون. المهم يعني، وفرموها يعني كلها حب وفرموها. المهم كان عن البهارات اللي مشكله يا جماعه، اللي لسه ما شافش، اللي عايز يشوف يعني انا عاملاها ازاي، البهارات اللي هي للسمك وللفراخ وللحمه، يرجع للفيديوهات هيلاقيها. تعالوا بقى ايه، نعمل القلقاس. طبعا هتعملي القلقاس ازاي يا ام غنى وانت عامله تقليه؟ هقول لكم ان احنا عندنا في ناس بتحب القلقاس بالتقليه، يعني طبيخ زي الخضار كده، وفي ناس بتحبه بالخضره اللي هو السلق، تمام، او السلق، تمام، عشان نكون متفقين. في ناس بتحبه بالسلق، وفي ناس بتحبه بالايه بالطبيخ يعني. هنعمله في طبيخ يا جماعه، هنطبخ القلقاس. بتلخبط واقول عليه كوسه، المهم هو قلقاس، كنت هتلخبط يعني واقول كده. عامه هقطعه كده، هعمله النوعين عشان زي ما انا قلت لكم، في ناس بتحبه بالسلق، وفي ناس بتحبه بالايه بالطبيخ، يعني هعمله طبيخ وهعمله سلق. يلا نشوف الطريقه. قطعته. طبعا القلقاس ما فيش حد يغسل القلقاس قبل ما يقطعه، وما فيش حد بعد ما يقشر القلقاس يغسله. ليه؟ هيقعد يملزق منك، يعني يقعد يزفلط منك كده. ملزق ايه؟ هيقعد يزفلط منك كده، ومش هتعرفي تقطعيه. فانت ما تغسلهوش خالص، اوعي السكينه برضو يجي عليها ميه قبل ما تقشريه وتقطعيه. وبعد كده بتقطعيه قطع صغيره. عندي ورق لورو كتير كنت جايباه. عارفين الورق اللورو ده عندي من امتى؟ والله من رمضان. اللي عايز شويه يبعت لي وانا اديله. عامه ورق اللورو ده عندي من رمضان، بس جميل جدا. كنت جايباه من عطار كبير في العتبة، اسمه رجب العطار لو تعرفوه. بصراحة حاجته جميلة جدا جدا. كل ما حاجتي تخلص بروح اجيب من عنده كمية. يا دي النيلة على بتاع الانابيب اللي مش سايبني. كل ما امنتج الفيديو او افتح لايف الاقيه في وشي. يلا ربنا يرزقه. المهم بعد ما كده ايه، الوراك استوت اهي يا جماعة، الوراك استوت. طبعا هي قعدت كتير، مش حد يقول لي ان انت طلعتها على طول. انا مهديه عليها النار، وقعدت كده تطلع ساعه، ايه، ساعه الا ربع، حاجه زي كده. خلص يا عم. المهم بعد ما استوت كده، شوفوا الشوربه، انا وريتكم الشوربه جميله جدا. شفتوا الشوربه عامله ازاي يا جماعه؟ هجيب بقى ايه، معلقتين صلصه. يلا بقى عشان نشوف هنعمل فيها ايه. هحطها كده في صينيه تكون بتخش الفرن. معلقتين صلصه، عليهم معلقه فلفل اسود، تمام. حبة بهارات من اللي انا عاملاها المشكلة. ليمونة كاملة كده واعصرها. حبة زيت. انا حطيت زيت ولا لسه؟ حبة زيت كده وايه، وهقلب في بعضه. قلب قلب قلب. المهم كنت جايبه دبس رمان، اللي عنده دبس رمان يا جماعه يحط معلقه. جبت الدبس الرمان لقيته مش نزل من بتاع، مش مهم. لقيت في حبه صغيرين خالص وما نزلوش، قلت مش مشكله بقى، ما حطيتش. المهم ان انا ايه، معلقتين صلصة، على ليمونة، على معلقة زيت، على فلفل اسود، بهارات مشكلة، ملح بقى، احط معلقة ملح صغننة.
بس البهارات المشكله اللي انا عاملاها دي فيها ملح. فاقلبهم في بعض كده واقوم ايه، دهنه بهم ايه الوراك. بص هتطلعيهم وكأنهم مشويين. انا بحب اعملهم كده يا جماعه، ما بحبش احمر الفراخ. عشان الفراخ عندنا يعني، انا عامه انا واولادي ما بنحبش الفراخ تتحمر. وعلى فكره الصحي كده، ده الصحي يا جماعه، ان انت تحمري الفراخ او البط او اللحمه تحمرها في الفرن، ما تحمرهاش في الزيت، مش ناقصين زيوت يعني، كفايه الزيوت اللي احنا فيها. المهم هجيب بقى السلق يا جماعة. باخد بس الورق بتاع السلق، وبجيب ايه، كزبرة. ماشي. الورق بتاع الكزبرة والسلق زي ما انتوا شفتوا كده، السلق والكزبرة بغسله كويس وبسيبه يعني بنشفه، وبعد كده بفرمه في الايه في الكبة. ويلا نشوف هنعمل ايه بعد ما الصلصة اتسبكت. هنزل بالايه بال بعد كده بقى ما الايه ما الصلصه كده اتسبكت قوي. عايزه تعرفي الصلصه اتسبكت ازاي؟ اما الزيت يطلع على الوش كده تسبك كويس قوي. هقوم نازله بالايه بالقلقاس. القلقاس اللي انا مقطعه، طبعا انا مقطع القلقاس كبير بتاع الطبيخ يعني، عاملاه كبير. لكن القطعه يعني كبيره، لكن القلقاس التاني مقطعه صغير شويه، مكعبات صغيره خالص، صغيرة شوية يعني. فطبعا بعد ما الشوربة، الحلة الصغيرة دي فيها شوربة، بعد ما الشوربة كده غليت معايا، هقوم نازلة القلقاس الصغير دي اللي انا هعمل بيه السلق. الحلة الصغيرة دي اللي انا هعملها بالسلق، يعني القلقاس بالسلق، السلق والايه والكزبرة. تمام. طبعا هشوح كده توم، معلقة توم على ايه معلقة كزبرة، وهقوم حاطه ايه، بس التوم طلع كتير، فانا هحوش نصه عشان عايزه نصه اصلا بدل ما انا اجيب توم تاني. طبعا هحطها بقى زي ايه طشه الملوخيه كده. هقوم منزلها على الايه، على القلقاس اللي هو بالطبيخ، تمام، او بالتقليه بالطبيخ يا جماعه. هقوم نازله ايه على القلقاس اللي بالطبيخ ده، هنزل بيه، هنزل احط عليه، هحط الكزبره والثوم اللي انا حمرته، هحطه على الايه، على القلقاس اللي هو بتاع الطبيخ. تمام. هاجي بقى ايه، هسيب معلقه من اللي انا كنت محمراه، اللي هو الكزبره بالثوم. هقوم ايه، هسيب معلقه كده ومع حبه زيت، وهقوم حاطه ايه الخضره اللي هو السلق والكزبره اللي انا فرمتها، السلق والكزبره اللي انا فرمتها في الكبه زي ما انتوا شايفين كده. هحطه مع التوم والكزبره الناشفه اللي انا حمرتهم، وايه، وهشوحهم على النار كده في الطاسه. وبعد ما يتشوحوا كويس، هقوم نازله على الايه، على القلقاس اللي هو بالشرب. ركزوا، ده اللي بالشوربه بقى، ده اللي هو بالشوربه والسلق الاخضر يعني. بس كده يبقى انا عملت النوعين عشان اللي عايز من ده ياكل، واللي عايز من ده ياكل. عندنا ناس، في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده، فانا رضيت الطرفين. المهم زي ما انتوا شفتوا كده، شفتوا بقى الفراخ عامله ازاي، الوراك شايفين الجمال. عملت لهم رز بشعريه والقلقاس اللي بالطبخ زي ما انتوا شايفين كده، والقلقاس اللي هو بالسلق، والرز بشعريه. وده كان غدانا النهارده. شفتوا الفراخ عامله ازاي، اكنها مشويه وطعمها تحفه. وده الرز، عملته رز بشعريه. والشوربه يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. ومش تنسوني بلايك حلو منكم كده، حط لي لايك حلو زي كده، ومش تنسي تشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش عشان لسه في جديد. يلا يا حبايبي، مع السلامه.